سلام سلام صافا بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في قصة لنادية ديال بصح. يلا ربطوا الأحزمة ديالكم، ديروا شي لايك كومونتير ومشينا. القصة ديالنا غتبدا مع حمدينا. خلينا نزيدو نوجهو الكاميرا ديالنا على واحد الحي اللي كيبان مهمش وقديم في وسط هاد الحي. خلينا نزيدو نزوميو بالكاميرا ديالتنا ونهبطو أكثر فأكثر. نزوميو على واحد دار اللي كتبان قديمة. خلينا نزوميو قدام الباب ديال الدار، كنشوفو جوج الاشخاص واقفين. خلينا نشوفو نزوميو مزيان ونزيدو نزوميو. الشخص الاول هو بنت في العشرينات، 21 22 عام حتى 25 عام. لابسه لباس تقليدي مغربي، حوايج عاديين، زيف وكسوة واصله لها حتى الركابي ولابسه صدارات الصباح. الا طلعنا للوجه ديال البنت كيبان لينا ملامح الحزن، وبالاخص لا زدنا دققنا في العينين ديالها غيبانوا لنا انها هابطين منها شي دمعات. خلينا نحول الكاميرا لجهة الشخص الاخر اللي واقف معها. كيبان راجل كبير في الخمسينات ولا الستينات من عمره. كيبان على ملامح ديالو انه غاضب، لابس حوايج عاديه، ما كاين فيه حتى شي حاجه اللي مميزه اللي تخلينا نبداو نوصفو فيهم ديتاي بور ديتاي. خلينا دابا نخدمو الصوت ونسمعو اش كيقولو. سمع بنتي، راك تعطلتو عليا بزاف. او 3 شهور هادي ما مخلصينيش، راه من دوك فلوس انا منيش كنعيش انا وعائلتي. غير صبح لنا عمي، عطيني سيمانه ونوجد لك فلوسك. لا لا بنيتي، انا ما نصبرش عليك، الله يرحم ليك الوالدين عمي، سيمانه ونوجد لك فلوسك. شوف عندك من هنا حتى الغدا بحال لقيتها، نبغي فلوسي يكونوا عندي، وإلا ما كانوش من احسن غير جميع حوايجك وزي باك وسيري من هنا. وهذا الشيء راني درتو غير على وجه الوالد ديالك اللي مريض، وما بغيش نلوحك في هاد العشيه الزنقه. المهم شوف يا بنتي، يا وجدي فلوسي من غدا، يا غدا سيروا شوفوا فين تسكنوا، حيت انا راه باغي نكري هاد الدار، وراه جا سولني شحال من واحد. الله يرحم والدينا، منين غنجيبها عمي انا هاد الفلوس من غدا؟ انا بنتي قلت لك هضرتي الاخرى بلا ما تزيد تقولي حتى شي كلمه. اصلا اشنو هي 1200 درهم؟ بحال هاد الديورة كيتكراو ب 1700 هي القليله. انا راه غير معامل معاكم حيت عارف باك مريض، وكاين غير تي باك داك خوك 8 سنين هادي وهي هو في الحبس. يلا انا غنتحرك. او كما قلت لكم في الاول، خونا كيبان على ملامح ديالو الغضب. خلينا نرجعوا نسمعوا البنت اش تقول. يلا كملوا معايا. الله سيدي ربي، الله اش غندير في هاد الوحله وانا ما عندي لا حنين ولا رحيم. بنتي ليلى. نعم ابا. اجي هنا بنتي، شنو واقع؟ مسحات دموعها وهي تدخل. هي دخلت، خلينا نشوف واحد السيد كيبان على ملامح ديالو التعب والمرض، محط فوق واحد البلاصه. قالت ليه ما واقع يا بابا والو، غير السي جابر جا بغى فلوسو وقلت لي صبر عنا حتى شويه وتفاهمت انا وياه. ما تكتبيش عليا بنيتي، راني كنحس، راني عارف ما عندكش منين تجيبيهم. لا لا ما تخافش الوالد،
انا عارفه راسي اش غادي ندير. والله يرضي عليك بنيتي، الطلب الوحيد اللي نطلبه منك هو ما ديريش شي حاجه اللي تغضب عليك الله. الوالد اش غادي ندير؟ ما عنديش حل اخر الا انه وفي هذا الوقت بدا تليفونه كيصوني. جاوبات هي تسمع حتى الصوت اللي غليظ. الو، ليلى هادي ياك؟ بنت عيسى، خت حمزه. شكون معايا؟ شكون انت؟ شوف، كاين لاش تعرفي شكون انا عارف انه عندك ضائقه ماليه كبيره، وان مولك راه كيتسلك 3 شهور. حنايا واحد الناس اللي كنديروا الخير، غير هو تعرفه كل حاجه بمقابل. أه، كيفاش تقول؟ اش بغيتي مني؟ تفكري شي تفكير اللي خايب. غتلعبي معنا واحد اللعبه، في كل خطره غادي نصيفطوك البلاصه توصلي حاجه، ما غتشوفينا ما غنشوفوك. في المقابل على كل مهمه درتيها غتاخدي الفلوس. اشنو غيكونوا في هاد المهام؟ ما محقق تسولي على حتى شي حاجه، لا دروك لا من بعد. عندك حاجه وحده، يا تقولي يا تقولي لا. شوف، عندك نص ساعه وغادي نعاون نصوني عليك، او لا بالاحرى بلا ما نعاون نصوني عليك. عندك نص ساعه، من نص ساعه يوصلك واحد الميساج في الاحداثيات ديال واحد البلاصه. الا جيتي لديك البلاصه ونفذتي داكشي اللي في الميساج، الكرا ديالك غادي يتخلص. توت توت توت. قطع على داك خونا وخلاها في حيرة من أمرها، ما عرفتش شنو دير، واش تمشي ولا لا. حتى هي ما عرفاش شنو ممكن يكون في داك المهمات. من بعد نص ساعة وصلها ميساج، وكان على الشكل التالي: غتمشي لحي العرفان، دار 5، شارع الوردة. غتلقاي صاك بالكحل محطوط 11 شجرة الليمون. خودي داك الصاك وغديه لحي الصافة، الدار رقم 8. غتوصلي الدقي، غيحلك واحد الراجل الباب، اعطيه ليه وما تدويش معه نهائيا. وخا يسولك ما تدويش معه. وكنصيحة مني قدموها لك، حاولي تغطي وجهك، ما تعرفيش كاع نهائيا. ومباشرة غديري هادشي وغنتأكدوا انه الصاك وصل في امان وما مقيوش. الكرا ديالك غيتخلص، وزيادة غنخلصوك حتى الشهر الجاي. بقات كتفكر، ومن بعد خرجت في داك الليل، تحركت على رجليها حيت ما كانش عندها تا باش تاخد طاكسي. وصلات، وبالضبط كيف ما وصف ليها داك خونا لقات صاك. يلا بغات تفكو هي تفكر التعليمات ديالو. هزت الصاك وتحركات حتى البلاصه اللي قال لي عليها. وصلت لديك الحي وبقات كتقلب على الدار 8 حتى لقاتها. وهي تبدا كدق. خرج واحد الراجل وقال له السلعه كامله. مدات لي الصاك، غير شدو وهو يدور تما غاديه بلا ما تلفت وراها. وصلت للدار وما عرفش داكشي دارت واش مزيان ولا خايب. نعسات، وفي الصباح تمت غاديه خارجه، وهي تلاقى مع جابر مول الدار. هو يقول لها: ليلى، المهم راني خديت فلوسي وحده الفلوس اللي ديال الشهر الجاي. قالت لي: نقدر نسولك السي جابر واحد السؤال؟ قال لها: مرحبا. قلت لي: مني جاوك فلوس؟ شكون اللي عطاهم لك؟
قال لي ما عرفتش بنتي شكون اللي عطاهم ليا. انا وصلهم ليا فقط واحد الليفرور كان داير الكاسك على راسو، دق عليا وقال لي هادو شي محسنين اللي صيفطوا لك هاد الفلوس كيخلصوا الكرا على ليلى، هما راه كيديروا الخير. شديت فلوسي وصافي. واخا عمي، شكرا بزاف. هنا غنخليو حنا ليلى ونخليو هاد الحي كامل، وغنقلوا الكاميرا لمكان اخر بالضبط لوسط الحبس. كان واحد خونا مريح وكيخمام، هو يجي حداه واحد خونا ويريح ويقول ليه خي امين فاش كتفكر؟ قال لي والو، غير الدار. شحال هذا ما جات عندي الخوادريه مولفه، كل زياره كتجي، ولي دابا تقريبا شهر ونص اللي ما جاتش. خفت تكون طرات لي شي حاجه وانا هنايا. كنتمنى غير انت تسالي هاد العقوبه ديالتي خلاص. بقول لي وغير صبر اخي امين، 4 سنين مدات ما جابت، واحمد الله لان ما نقصرك في داك العام. ماركتي دوز 15 عام كامل هنا، واحمد الله تاني وطلب الله كما يجيك شي عفو اخر تحيد لك شي حاجه اخرى، ولا يتحيدوا لك السنين كاملين. قال لي اجي يا مزرار، انت خارج. قال لي خويا انا خارج من الشهير غنمشي. قال لي دير مع خوك واحد المزيان. قال لي خي حمزه على راسي وعينيا، انت الرجوله بحال خويا الكبير. قال لي غنعطيك واحد العنوان وسير سول على العائله تما، الخوادريه والوالد، وشوفك ما عندهم شي مشكل. قال لي مرحبا على راسي وعينيا. خلينا نخليو هادو ونرجعو عند ليلى دخلت عند باها وقالت لي الوالد كي بقيتي؟ قال لي بخير الحمد لله. قالت لي اش اخبار على خوك حمزه؟ قالت لي هاد الشهر ونص الاخر كاع ما مشيتش عنده، شهر هدا ما مشيت عنده، تعرفنا كنا مزيرين من جهة الفلوس، ولكن دابا الحمد لله لقيت واحد الخدمه مزيانه. واش من الخدمه بنتي؟ غنخدم عند شي ناس في فيلا، غنبدا نعلم ليهم ولادهم ونقريهم وفي نفس الوقت غنولي ندير حتى الميناج، غيولي يخلصوني 2 خلصات. والناس ظريفين ومنعرفوا قصتي تعاطفوا معايا اكثر ويخلصوني مزيان. اي والله يرضي عليك بنيتي. وبينما هي جالسة مع باها كيوصلها ميساج اخر، كيبان ليا ليلى راكي طيقتينا اننا ما كنلعبوش، درتي خدمتك و خديتي فلوسك، و انا زدت عرفت انك مأزمة عندك ما تاكلي. نوضي عند الباب ديال الدار غتلقاي شي حاجة تماك. حلات هي تلقى ساكا عامر بالتقضية، بقات كطلو ما بان ليها حتى شي واحد تمايا. عاود جاها ميساج اخر وقال ليها الا بغيتي تبقاي عزيزة عليا، بغيتي تبقاي خدامة مزيان معنا، تبقاي مستافدة، ما تسوليش وما تقلبيش علينا، مفاهمين؟ دخلت داكشي وطيبات، كلات هي وباها، والغد في الصباح خرجت دارت راسها انها غادية خدامة. مشات بقات كدور وكتفكر، مشات تهضر بحال وهي تريح. من بعد شوية ويجي ابيل، قال لي مزيان ليلى، المهمة جديدة عندك. انا عارف عندك البيرمي، كتعرفي تسوقي الطوموبيل مزيان ولا لا؟ قالت لي كنعرف نسوق. قال لها غنصيفط لك شي معلومات في ميساج ونفذي بلا ما تسولي وبلا ما تقلبي، مفاهمين؟ وكان بغيو الوقت وهو الوقت. قطع عليها وما خلاش حتى تجاوبو. صيفط ليها قال لها دالو زين القديم، غتلقاي واحد الطوموبيل مرسيدس
الماتريكول ديالها باء 60 18 93. غتركبي فيها وغديها من الطريق ماشي الرئيسية، من البيست غتوصليها لدوار الغفلة. غتجيو شي رجال غياخدو شي حاجة من الطوموبيل وغتردي الطوموبيل منين هزيتيها، ومني تردي الطوموبيل منين هزيتيها واك الساعة غنقول لك فين تلقاي فلوسك. ما فكرت جوج مرات، وبالاخص بسبب الازمه اللي كتعيشها. تحركات حتى وصلات ولقات الطوموبيل، لقات الكونتاكت، لقات كلشي. فتحت الطوموبيل ديماراتها وتحركات، مشات بسرعه حيت عطاوها التوقيت بالضبط اللي خاصها تكون فيه، ما خاصها تضيع حتى شي ثانيه. كيف ما قال لي وصلات، جاو 3 الرجال دقوا عليها، ولكن كيف ما وصاها ما هضرت مع حتى شي واحد. حلوا الكوف، خداو داكشي اللي فيه، سدوه و ديمارات وخلات وراها غير الغبرة. غير وصلت يلا بغات تنزل ويوصلها ميساج، قال لي قلبي في البلاصة اللي وراك غتلقاي واحد الجوا، خوديه وصورتي الطوموبيل وخليها كيف ما سطيها. دار داكشي وهزت الجوا، فاش فتحاتو تصدمات حيت لقات فيه تقريبا شي 7000 درهم على مهمة اللي بسيطة وصغيرة. عجبها الحال بزاف، مشات للدار وحطت داك فلوس في الدار، والغد في الصباح عافاقت مشات مباشرة للبنك، حلات كونتو هي تحط فيه دوك الفلوس. يتعارفة ديك الدار ما تأمنش، وهي كدورو وسط الأحياء دخلت لها الحي اللي نقي شوية وزويون. لقات واحد الدار مكتوب عليها للكراء. سولات الناس ونعتوا ليها فين كاين داك السمسار اللي مكلف في ديك الدار، حيت هي بغات تبدل ديك بلاصة حيت ولات كارهاها. مشات عند السمسار وتلاقيت معاه وقال ليها مرحبا بنتي. قلت له عافاك اسيدي، كاينه ديك الدار اللي على الشوكة باغي تنكري الا كان ممكن. قال لي مرحبا. قال لي مالي ديك الدار ما كاينينش، لا هما كاينين في ايطاليا، ولكن انا راه مكلف بكلشي، العقد وكلشي، هما مفوض ليا وعطيني وكاله. قالت ليه بشحال تخليها ليا للشهر؟ قال لها بنتي 2700 درهم. قالت لي وغير دير شي تمام مزيان عمي، راه حنا عاد راوش. قال لها شوف، انا البنت هي بنت درويشه، اجي بعد انت ومن غاسك تسكني فيها. حاليا انا والوالد انسان اللي مريض وكبير في السن، خويا راه كاين في الحبس، ما عرفتوش انت يقدر يخرج على الاقل واحد 4 سنين عاد يخرج. قال لي اي والله يفك صراحه على خير. قلت لي امين. قال لي شوف، انا خليك ب 2400 درهم ثمنها الاخر، راك الشيرة فيها سفليه وفيها السطح، وراه نقيه وزوينه ومصلوحه مزيان. قالت لي صافي واخا. مشاو ويا هاك الساعه النوطير باش يديروا الكونطرا. داروا الكونطرا وسبقت لي عطاتو 3 شهور ديال التسويق. الفلوس كاع اللي شدات النهار الفايت عطاتهم ليه. صافي هي هذيك بدات كتوجد فيها، مشات جابت الفراش اللي كان عندهم في الدار القديمه وبدات كتجيب شويه بشويه. من بعد واحد السيمانه كملات، وفي ديك السيمانه ما كان طرا والو. قالتها لبوها وقال لي علاش بنيتي الدار رخيصه لينا وهذيك راه تكون غاليه. قالت لي هادي راه واخا راه بعيده ليا الويده الخدمه، هذيك بعداك راه قريبه ليا شويه الخدمه، هادي راه اكثر ديال فلوسي كنمشيو في الطاكسيات يلا باش نوصل. قنعاتو ومشاو. ديك الليله والغد جيها ابيل قال لها خليناك تكملتي الرحيل ديالك حتى استقريتي في دارك.
داكشي علاش ما عطيناك حتى شي مهمه. داكشي علاش وجدي راسك هاد السيمانه يكونوا عندك شويه مهمات كتار. قال المهم غتمشي لنفس البلاصه، غتلقاي نفس الطوموبيل، غتاخديو غتمشي لنفس البلاصه ديال اخر مره، ديري كيف ما ديما، ارجعي وخودي جواك غتلقاي في نفس البلاصه، وبلا ما تاخديه قبل الوقت ديالك. ولا تحافظ على التعليمات، ولا متعلمه كيفاش تتعامل معاهم. كيف ما قال لي هذيك السيمانه دوزتها كل نهار مهمه شكل، حتى وصلت الجمعه صيفط ليها ميساج وقال لي ارتاحي هاد السبت والحد، ضربتي تماره في هاد السيمانه. برافو عليك. كل ما كتسمعي الهضره ما كتسوليش وما كتقلبيش وما كتبحثيش، غادي ديري الفلوس، وفلوس اللي عايشوك انتي وباك مزيان وحتى خوك. راه حنا موصين عليه الناس ديالنا مهلين فيه، ما خاصو حتى شي خير. كانت نيت ناوي بشي عاد خوها باش تقول لي راه مبدلو الدار، ولكن تشغلات تسنى دابا حتى السيمانه الجايه. داز ديك السبت والحد طاير الاثنين هو يصوني عليها، قال لي مهمه جديده ومن نوع خاص، غتمشي تاخدي طوموبيل جديده، هاد الخطره غتلقايها حدا الغابه القديمه، تما كتلقاي واحد الاودي بيضاء، ركبي فيها وغتمشي لشارع انفق، غتسناي غيجي غتركب معاك مرا وراجل، ما تهضريش معاهم نهائيا، غتوصليهم لهاد الباب ديال المطار وما تحركي من تماك حتى يدخلوا، مفاهمين؟ حتى يدخلوا، او بالاحرى حتى نصيفط لك ميساج عاد تحركي. وإلا شتي راجعين كيجريو لعندك ديماري الطوموبيل ووجدي راسك قبل ما تسولوه قطع عليها التليفون. داكشي دارت، مشات خدات الطوموبيل وتحركات، وصلات طلعوا دوك خوتنا كيسولوا فيها، ولكن هي ما كتجاوبهمش نهائيا. وصلاتهم لحدا المطار وبقات كتسنى باش يصيفط لها ميساج. تسنات 5 دقائق، 10، 15، 20، وصلت نص ساعة. يلا نوات تحركهم يبانوا ليها جايين عندك يجريو. ديما الطوموبيل غير ركبوه هي تورك، وركات ويبانوا ليها انها تابعها طوموبيل كحلة. وصلها ميساج وقال ليها خصك تسوقي مزيان، طوموبيل كحلة ما خصهاش تشدكم نهائيا، الا شدتكم اولا ترحمي على راسك، غيقول لك انتي وادوك اللي معاك. قطع عليها واختنا من الملامح ديالها كتبان انها سواقه، تمت غادي كدريفتي في الطريق وعافطه، بقات هاربه ليهم تقريبا شي 45 دقيقه وهي هاربه عليهم. بقات كدور من زناقيل اللي شويه صعاب، ولكن ختنا كتعرف دريفتي وكتعرف تسوق مزيان. بقات غاديه مركه حاطه ليها اللي عندها وكيبان ليها على وجهها الخلعه، ودوك خوتنا وراها كيغوتو تيطلبوا في عافاك زيد السرعه اكثر وهربي، الا شدونا راه غيقتلونا. وهي عامه كيزيدوا يخلعوا فيها. من بعد ما دازت 45 دقيقه حاولت باش تدلعهم وباش تهرب عليهم، وصلت لواحد الكوان وهي توقف، تاكدت انها ما بقاوش تابعينها ووقفات وبدات كترتاح. في ديك الوقت نيت صون عليها التليفون، قبل ما يقول الصوت حتى شي كلمه وهي تنفجر لي. قلت لي واش انت مريض؟ واش عرفتي شنو درتي؟ راه كنت اليوم غنموت. ويقول لي عارف، ولكن انا عارفك اش كتسوي، وانا عارف السوقان ديالك كيفاش داير. برافو عليك. دابا غنصيفط ليك عنوان ديلي من دوك الناس، انا ما غندير حتى شي واحد لتا بلاصه، غنخلي الطوموبيل هنا وغادي نمشي. سميها الزوينه.
كنتي غادية معنا مزيان، دابا كملي ومن مصلحتك، حيت خوتنا راه باقين قراب ليكم تماك، بلا ما تقولي انك راك تهنيتي منهم. افضل شيء ديريه هو توصي خوتنا وغتاخدي فلوسك مضوبلين، او بالاحرى غتاخدي فلوسك في 3، حيت درتي 3 الخدمات، ديتيهم هربتيهم، و اون بليس غادي توصليهم. قبل ما تجاوبوا ويقطع عليها، صيفط ليها العنوان فين وهي تتحرك جيت الغابة ودخلت بالطوموبيل لوسط الغابة، الواحد الكوخ تماك حطاتهم فيه وهي نزلوا، وهي تحركت هي بالطوموبيل كتسنى التعليمات ديالو. بقات غادية حتى البلاصة اللي هزت منها الطوموبيل وهي توقف، هو يقول ليها شوفي نزلي من الطوموبيل وجبدي كاع المازوت اللي فيها، كبيه عليها وشعلي فيها العافية. قالت ليه علاش؟ قال لها من مصلحتك، وهادشي درنا غير على قبلك باش تعرفينا اننا كنهتموا بيك وكنخافوا عليك، حيت خوتنا راه مطورين بزاف، يقدروا من خلال الطوموبيل يعرفوا كنتي شكون وفين تسكني وفي كلشي، من خلال البصمات او اي حاجه تخليها تماك. داكشي علاش ما تخلي وراك حتى شي حاجه، حرقي الطوموبيل وحاولي هاد الايامات ما تبانيش بزاف، حاولوا تبقاي غير في الدار، ومن جيتنا حنا غادي نبقاو رادين ليك البال. قالت لي واخا غنشوف هادشي ديالكم فين غادي وصلني. خلينا نخليو هادو طوموبيلتهم اللي باغي يحرقوا ونرجعوا للحبس. ديك الليله امين كان مخلوع وما عارفش شنو اللي طرق، حيت كيف ما وصى شيرو مزيريرا مشى قلب عليهم في داك الزون اللي كانوا فيه، ولكن ما لقاهمش. وصلته الخبار وهو في الحبس، حيت خونا كان واخا هكا كان تعدو المعرفة، صوناو عليه قال لي راه مشيت عشيري لتمايا وما لقيت حتى شي واحد، قالوا لنا بانهم ارحلوا وما بقاوش ساكنين في هاد البلاصه. بقى مشطون وما عرف شنو يدير، بقى غير غادي جاي وسط السيلون. نقز عند خونا وقال لي اخي امين ام عندك علاش تخلع، ما تخاف ما والو، انت عارف كون عطرا لي مشي مشكل مع مول الكرا وبدل البلاصه. انا عارف ممكن يطرا لي مشكل مع مول الكرا، ولكن عمر الخوادريه ما تخلات على شي زياره، ودابا هذه راه وقت طويل اكثر من شهرين ولا 3 ما شفتوهاش فيها نهائيا. خلينا نرجعوا عد ليلى كانت شعلت البريكه وهي تحطها في الطوموبيل، كحزات عليها ويلزبت الطوموبيل كتنفجر وتحرقات، ما تحرقات من تماك حتى ولا الطوموبيل كلها رمات، حيت كانت خافت لا بقى شي دليل وراها ولا شي حاجه. داكشي علاش بقات كلها رماد عاد تحركت للدار. دخلت الدار، دخلت سلمت على باها ودخلت النعسات حيت كانت عيانه. نعسات ديك الليله وفي الصباح ناضت وجدت الفطور ومشات حطاتو بدات كتفطر هي وباها. هو يقول لي باها بنيتي الخدمه ديالك ما مريحانيش وكنحس بشي حاجه عندك، غير قولي ليا وما تخزني على باك والو، راه البارح دخلتي ووجهك مخطوف. شنو اللي طرا؟ لا ما طار يا بابا والو، بار غير تبعوني شي كلاب وانت عارفني كنخاف منهم، داكشي علاش دخلت ووجهي مخطوف. المهم اليوم الوالد راه غنمشي للزياره، ايمن شحال هذا ما شفناه وغادي يكون مخلوع علينا. الله يرضي عليك بنيتي، وغير وصيه يرد البال لراسو وما يدير حتى شي حاجه اللي تزيد طول على العقوبه ديالته،
حنا راه محتاجين ليه يخرج عندنا عاوتاني. داكشي اللي كان. تحركات، تقدات لعيبات كذا، دخلتهم للدار ومن بعد مشات للحبس. شدت وقيتها وغير خرجت دا خوها وي عنقها ويقول لي ليلى شفت الخبرة غبرتي. قالت لي والو اخويا، غير كنا مزيرين شويه ماديا وما قدرش نجي عندك بيديا خاوي. المهم هو تجي، المهم هو نشوفكم، المهم هو نعرف اخبارك انكم بخير. انا تخلعت عليكم وخرج واحد الدري عشيري ومشى يسول لكم في الحومه، ولكن ما لقاكمش. فين مشيتو؟ لا ديك الحومه البائسه بدلناها. تا عارف داك الشيبه العاصيه ديما مصدعني في راسي، وداك الشي علاش دبرت على واحد الدار لي زوينه وفي حي لي نقي احسن من هداك اللي عامر غير صداع. وراه وليت خدامه خدمه مزيانه. فاش وليت خدام مع شي ناس في واحد الفيلا، كندير لهم ميناج و او ميم طون كنقري لهم ولادهم، وكيخلصوني مزيان، خلصوني 2 خلصات مزيان اختي مزيان. كل ما هي خدمه حلال كل ما هي مزيانه. ومالك بنتي ليا بحال مغيره؟ لا غير توحشتك اخويا وتوحشتك تكون وسطنا، غيابك طول علينا. اقا والو اختي قد ما فات 4 سنين راه دايزة داخي، حنا راه صبرنا شحال. اي والله يفك وحيلك اخويا على خير. المهم رانا عطيتهم شي فلوس يدخلهم لك. اوه كي كنعاملوك هنا؟ الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل وعايش مزيان وفوق بخير. وحتى شحال من واحد كي تعامل معايا مؤخرا ولا يدير بزاف ديال العشرة. مزيان اخويا مزيان. ومن ناحية الفلوس كان هكا ما تجيبي ليا، انا عايش مزيان الحمد لله، ما خاصني حتى شي خير. لا اخويا انت راه غير خصك فلوس. تا النهار تخرج وك السعادة بيلي يا سيدي، السعادة تخدم علينا انت سيدي. مرحبا اختي. بس من راسه ومشى رجعو للحبس وخرجت. وبين ما هي غادية محركة كنرد الكاميرا شوية وراها، غير بعد الامطار واحد 5 6 متر كيبان لينا واحد خونا ضارب بافيط وتابعها من بعيد. هي كاع ما شافتو، جبت تليفونه وهو يصوني ويقول ليه الشاف البنت كاينه قدامنا دابا، شنو ندير معها؟ داك خونا اللي هضر معاه قال ليه بقاو غير مراقبينها، حنا ما مأكدينش واش هي ولا شي واحد اخر اللي خدام معاه. قال لي اوكي شاف. تمت غادية ليلى محركة حتى وصل ميساج قال لي برافو عليك. المهم فلوسك راني حطيتهم لك في الكونت ديالك مباشرة، ممكن تدخلي وتأكدي. قطع عليها ودخلت تأكدت، شافت هي تصدم حيت كان حاط ليها مبلغ اللي كبير بزاف. صونات عليه هو يجاوبها، واخا هكاك ولا داك الرقم خدام ديما وكيجاوبها فيه. قالت ليه هاد المبلغ كبير بزاف. قال لي كل ما كنتي خدامة مزيان، كل ما درتي خدمتك على اتم وجه، كل ما غتجازي. غير بقى تسمع الهضره. قلت لي نقدر نصور لك؟ قال لي اشنو؟ قالت لي شكون هما دوك خوتنا اللي كانوا تابعيني البارح؟ انا حسيت بهم ماشي بوليس او مخابرات او شي حاجه. كون بوليس ولا مخابرات ما نقولكش غادي يقتلوك. بنت الناس انا راه قلت لك البارح هذوك عصاب كانوا باغي يقتلوا دوك الجوج اللي معاك، حيت وقت اللي مش حاجه ديالهم وحنا تخلصنا باش نوصلهم. انت خديتي حقك وحنا خدينا حقنا، انت منك تبقاي غاديه هكا. قالت ليه نطلب منك واحد الطلب. قال لها شنو هو؟ قالت ليه الا كان ممكن، انا ما بقيتش قادره على هادشي، ما بقيتش كنستحمل كلشي ولا كيشك فيا.
منين هاد الفلوس؟ منين جبتي هاد الفلوس؟ و من الفوق انا ما قادرش نموت ونخلي با غير وحده، وانت عارفو ما كيتحركش وما كيدير حتى شي جهد لراسو، خويا في الحبس. بمعنى اخر بغيت نسالي معاكم الخدمة اذا كان ممكن. صافي بركة، انا عييت ونفذت جميع اللي طلبته مني، وعمرني ما قلبت ولا سولت فيكم. جاوبها وبحال ملامح الغضب على صوته. يلا شوف يا ليلى، باش نجيك من الاخر وباش ما نخزنش شحالك، تي في الاول وافقتي، انتي اللي اختاريتي، انا خيرتك وانتي اختاريتي، اذا تحملي مسؤولية اختيارك، وبلا ما تحاولي تقولي غادي نهرب ولا غادي نختفي. انتي عارفه انا نقدروا نجبدوك فين ما كنتي، وبلا ما تحاولي تلعبي معنا. خلينا معك مزيانين وديري خدمتك كيف ما هي. و تعرف اخوك كاين في الحبس، بكلمة وحدة الهضرة في راسك. قالت ليه عافا، قال لي سمعي خليني نكمل كلامي وبلا ما تقاطعيني، مفاهمين ليلى؟ قال ليها مهم تحاوليش تفكري تلعبي معنا، كملي خدمتك، ونهار اللي غادي نشوفك انك صافي ساليتي معنا، انا في بيدي غادي نقول لك بسلامه. وما حد جيا، ما تخافيش من جهة البوليس ولا شي حاجه، حنا طاقنين شغلنا وبقي غادي على نفس الخدمه كيف ما تنقول لك ديما. اللي قات وغطي وجهك، هاك الساعه راه ما غادي يعرفك حتى شي واحد. دابا نخليك وجدي المهمه الجايه، غيجي الوقت وغادي نصيفط ليك التعليمات. نخليو ليلى غادي راجعة للحبس، وخلينا حنا نرجعوا للحبس، بالضبط وسط الحبس بالضبط، مع ايمن اللي كان مريح. هو واحد خونا ويقول ليه خي ايمن، مالك مني دخلتي وانت غير كتفكر؟ واش جاتك شي اخبار ماشي تليه؟ شي اخبار خايبه هادي؟ قال لي لا لا خي هلال، غير الخوادريه اللي ما عجباتنيش، بان لي عندها شي بلان ولا شي مشكل اللي كبير، حيت كتبان من وجهها مخطوفه. وانا عمري ما عهدت اختي هكا، اختي انسانه حيويه كتضحك نشيطه فرغم الشده ديالتها، ودابا بانت ليا بحالها حزينه. قال لي شنو المعمول؟ قال لي والله ما عرفت، كيبان لي غنتواصل مع مزيريره هو اللي يقضي لي الغرض، وهي اللي غيجيب لي الخبار ديالها. قال لي المهم بغيتي شي حاجه راك تما، راك عارفني خازن بحال العظم. قال لي صافي الله يعزك تا الليل ونتشاوفو نتقاشعو فشي كوان اللي يكون مخبي. خلينا نخليوهم ونرجعو عند بطالتنا، عند ليلى اللي كانت مازال غاديه، وداك خونا تابعه وحاضيها، خونا اللي لابس كلشي كحل وضارب بافيط اللي كيبانو غير عيني فقط، حتى راسو مغطيه، داير لي واحد الكاسكيطه اللي خافيه لي الملامح ديالته. عرفها فين ساكنه وبقى حاضيها، تواصل مع الشاف ديالو ويقول ليه الشاف عرفتها فين ساكنه؟ قال ليه مزيان. المهم بقى راد معها البال. خليو خونا اللي حاضيه ورجعوا هاد ليلى. ليلى دخلت عند باها سلمات عليه وجلست معاه وقال لي كي داير خوك؟ قالت لي الحمد لله بخير لا باس عليه، بان ليا في صحته مزيان وراه داير عقله ما تخافش. 4 سنين راه دايزه ان شاء الله، لا داز 12 عام هادي. قال لي ايوا الله يفكو حيلو على خير، والله ياخد في الحق في دوك اللي كانوا حيلة والسباب.
قالت لي غير بلا ما تفكرنا الوالد، كان تفكر داك الموضوع غير كان مرض. قال لي ما عندكلاش تمرضي يا بنتي، سيدي ربي غياخد حقه غياخدو، طال الزمان ولا قصار. وهي مازال كتهدر معاه جا ميساج قال لي غتمشي للحي 4 الزنقة 16، غتلقاي تماك واحد خونا واقف، غيعطيك واحد الجوا، وخولي داك الجوا وخولي شي طاكسي يقربك للغابة اللي مشيتي ليها آخر مرة. سيري تتوصل داك الكوخ اللي وصلتي لي ديك خوتنا، دقي اللي حلك فيهم اعطيه الجوا ورجع في حالك، وفلوسك غادي يدوزو لك الكونت ديالك مباشرة. صيفطات لي ميساج قالت لي اوكي. قالت لي بوها الوالد انا غنمشي عند واحد البنت صاحبتي عندها شي مشكل وغادي نمشي نعاونها فيه في الدار. قال لي الله يرضي عليك بنتي. قلت لك ما محتاج حتى شي حاجه ولا؟ قال لا لا ما تخافيش عليا، راك تعرفني راني هكا كنكابر ونحاول نتحرك شويه. قالت لي حاول ما تجهدش راسك الوالد. قال لي واخا بنيتي. تحركت ختنا وطبقت التعليمات، وصلات خدات داك الجواب مشات ودقات حلو لي داك خوتنا عطاتهم الجواب تم تراجع. هي راجعة وهي دارت ليها في راسها داكشي اللي طرا لخوها، او كيفاش خوها حتى هو مسوت في الحبس. خلينا ندير واحد فلاش باك وخلينا نرجعو قبل 12 عام. ملي كانت ليلى باقا صغيرة، كانت عندها تقريبا شي 12 ولا 13 عام. كتفكر داك النهار بمرارة. خوها كانت عندو تقريبا شي 17 عام هكاك، خارج ومشى لخدمتو. كان واخا باقي صغير كانت كيخدم مع واحد المعلم كيتعلم الحرفة. سالا خدمتو وتم راجع مع جويه ديك 7 8 العشية. هو دايز مع واحد الحومة مظلمة وما يبانو ليه 3 مدورين واحد البنت وكيضربو فيها. وقف هو باش يدافع عليها وبالغلط جا فيها موس وماتت ديك البنت. خوتنا هربوا وما تلقاش ليهم الاثار كاع نهائيا. وتماك كون كاين لا كاميرا وما شافوا ما حتى شي واحد. تماك تبتت التهمة على خوها ايمن، ومن تماك وهي حاقدة وما كرهاتش تنتقم من اللي داروا خوها داكشي، حيت خوها مشى غير متهم، كان ناوي غير يعاون البنت وقدر ما قدر. رجعوا للوقت الحالي. تما غادي محركة تفكرت الاحداث وبدات كتبكي بلا ما تفكر. جبدها التليفون وهي تصون على داك خونا. قال لي ليلى شنو خاصك؟ قالت لي نقدر نطلب منك واحد الطلب. قال لي مرحبا شنو هو؟ بغيت نعرف فين بلاصه كاينين دوك اللي تسبوا خويا في الحبس. بغيت نعرفهم واحد واحد، بغيت نعرف سمياتهم وفين كاينين. قال لي المهمة شوية صعيبة، واش انت عندك شي معلومات؟ قلت لي قال لي صيفط معايا في ميساج وغندير كل ما بجهدي باش نوصل ليهم، حيت انتي كديري خدمة اللي نقية. صيفطات ليه المعلومات وهي تحركات وهي غادية. لاحظوا داك خونا باقي مراقبها. جبت التليفون هو يقول لي شوف راه شي حاجة طارية. اختنا جات الغابة واحد الكوخ كاينين فيه واحد جوج خوتنا كيبانو ماشي عاديين، مرا وراجل. عطاتهم واحد الجوال اللي ما عرفتش شنو اللي فيه ومن بعد تحركات وهي محركة صونات على شي نمرة. قالت ليه بغيت نعرف اللي قتلو خويا. اختنا كتفكر دير شي مصيبة
قال ليه انا غنصيفط لك الرجال ديالنا وحاولوا يطوقوا دوك البلاصه وشدوا دوك خوتنا. اما انت بقى تابع البنت، حاول ما تضيعهاش، وصيفط لي لوكاليزاسيون ديال خوتنا باش نعرفوا اشنو اللي كاين. قال ليه اوكي شاف. تحرك خونا تابعها، وليلى كتكتب في المعلومات. هي هذيك مشات لواحد الشرطة وهي تجلس، بدات كتفكر ايامها هي وخوها. خليو ليلى تفكر ايامها هي وخوها، خلينا حنا نرجعوا للغابة اللي وصلت تحت الفرقة اللي كتبان ليا فرقة امن، تدخل السريع ومجدل لكل الاحتمالات. كانوا 8 دوك خوتنا، غير سمعوا الحس حاولوا يجبدوا السلاحات وحاولوا يعلقوا، ولكن خوتنا كانوا قوى منهم. شدوهم وضربوا لهم مينوط وطلعوهم من الطوموبيل ويقولوا ليهم شكون نتوما واش كديروا هنا. قال ليه شكون نتوما داك اصل اللي جايين معتقليننا وباش من صيفة. قال ليه معاك المخابرات المغربية، ممكن نعرفوا كاش كديروا هنا. قالوا ليهم حنا جوج الناس متزوجين وعايشين في هاد الكوخ، كندوزو فيه شي ايام، انه كتعجبنا الغابة. قال لي كتعجبكم الغابة، بين من الملامح ديالكم انكم ماشي عرب. قال لي حنايا وصلنا من الطاليان. قال لي هاكا. قال لي ما كتهضروش بالعربية. قال لي داكشي كان نجاوبو فيكم بالونجلي. قال لي مزيان، واخا غتشرفونا هاد الليلة العرسان ديالنا. خداهم وداهم لواحد المكان اللي سري، وبينما ليلى مريحة جاها ابيل ومع داك خونا. قال لي اشنو درتي؟ قالت لي كيفاش شنو درت؟ قال لي خوتنا ديتيني من الجوا، دابا وشدوهم المخابرات وراه داوهم. واش كان تابعك شي حد مني مشيتي؟ قالت ليه لا، وانا مأكدة انه ما تابعني حتى شي واحد. قال لي راه لا حلوا فيها لا حلوا فمهم، راه حنا مشينا فيها، لا حنا لا انتي. حاولي هاد الايامات تختفي، ما تبقايش تباني بزاف. قالت ليه كيفاش؟ قبل ما يجاوبها قطع عليها. تحركت للدار ودخلت وسدت الباب مزيان. دخلت مخلوعة، شاف ابوها قال لها ابنيتي راه وليتي ديما كتخلعيني، اشنو اللي طاري ليك؟ عاودي لي شنو واقع بنتي. قلت لا لا والو بابا، لا والو، غير شي دراري بداو كيبسلوا عليا وصافي. لا 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 بنتي، هادشي ماشي فعل انه شي وحدين تحرشوا بك ولا تبسلوا عليك. انا عارفه شخصيتك قويه وما غاديش يهمك بحال هاد بنادم. و اصلا بلي الحي مني جينا ليه انه نقي، ما فيش بنادم اللي كيتدخل في شي حاجه اللي بعيده عليه. بل كلشي داخل في سوق راسو، كلشي ساد لي بابو، و اون بليس ما عمرنا سمعنا لا صداع لا والو. عافاك بنتي، ما قولي الحقيقه، قلبي راه ما مهنينيش. قالت ليه با نعاود لك، ولكن بغيتك ما تقلقش مني. قال لي غير هضري، خليو ليلى تعاود لباها وخلينا نرجعوا بكاميرتنا للحبس ونشوفوا امين اشنو اللي كيدير تمايا. امين مشى تلاقى مع داك عشيرو ديال القبيله. قال ليه خي هلال اشنو درنا في البلان؟ قال لي هاك قضي الغرض بالسربه، انا نحضي العك. جبد امين التليفون، تصات كومبوز النمره ديال المزيريره ويقول لي المزيريره. قال لي امين عشيري كي درتي له؟ قال لي ما عنديش الوقت، شوف بغيتك تتبع الخوادريه وبغيتك تراقبها ليا، بغيت نعرف على هاد الديطاي. غدا بحال هاد لقيتها غنصوني عليك، وبغيت نطلب منك واحد الطلب.
صيفط شي تعبئة لهاد النمرة وغير غنخرج غنرد لخويا كلشي. قال لي ويلي ما بيناتناش اخويا امين، جاتك دابا غتوصلك. قلت ليه يلا حي. قطع عليه وهو يقول يضرب التليفون وخرج بحال ما واقع والو. سلم على هلال ضرب لي التليفون في الجيب وهو يقول ليه الله يحفظك ليا خاي هلال. قال ليه مرحبا. مشى امين وبقى مريح. خليه امين يفكر وخلينا نرجعو بالضبط للمقر السري ديال المخابرات ونشوفوهم فين وصلوا معاهم في التحقيقات. واخا مقر سري ولكن حنا غندخلوا ليه بطريقتنا الخاصه. نتوما مستعدين؟ يلا قبل ما نكمل القصه ما تنسوش ليا شي لايك وشي كومونتير وبارطاجيو القصه مع شرانكم. رجع قصتنا. قالوا ليهم هاد الهضره راه خاويه، والهضره راه تقولها لدري صغير وما غاديش يطيقك. دابا جاونا من الاخر وقول لنا شكون نتوما. قال ليه اسيدي انا راه قلت لك سميتني إغناسيو فيريرا ديال موندو من طاليان، وهذه مراتي كاتيا بيسيتو فالماكو تاهي إيطالية، وحنا عايشين في فلورنسا. والوراق راه بإمكانكم تقلبوا تأكدوا. بداو كيقلبوا في الوراق وبالضبط في داك الجوال اللي كانت جابت ليهم ليلى اللي عرفنا انه كان وسطو باسبور لاكارت وكل ما الوراق اللي كيخصهم. قال لي مزيان كيبانوا حقيقيين. انسان عادي والله ما يرد البال. مصور واعر هذا، غير هو المزور مكلخ شويه. اوراق باش خدمهم مختلفين شويه على الاوراق باش كيتخدم الباسبور الايطالي. صاحبي راه جاي دابا من الخبره الايطاليه، غي دوزو داكشي في الماشين وغادي نشوفوا الهضره ديالتكم. ولا لقيتكم كاتبين هاك الساعه نتفاهموا. انا كنت في الاول جيت عندكم بالتي هي احسن ولكن نتوما ما بغيتوش. مساله وقت صافي. قال ليه خايفين نهضروا ونموتوا. قال ليه شوف انا نضمن ليك الا هدرتوا وتعاونتوا معنا حنا غادي نحميوكم وغادي نتعاونوا معاكم، وعقوبتكم انا بيدي. غندفع طلب الحكومه الايطاليه باش تكون مخففه، وغنشوف الناس كاع اللي كنعرف باش تخفف لكم، وبشريطه انكم تعاودوا ليا كل شيء من الاول حتى الاخر. قال ليه اوكي غنعاودوا لكم كل شيء من الاول حتى الاخر. قال ليه واخ انا كنسمع. قال ليه اسمي الحقيقي هو كلاوديو والسيدة اللي معايا أنا. حنا الخدمة ديالتنا هي كنهربوا الأشياء بطرق اللي ما تطيحش للجن على البال. ممكن نديروها في المعدة ديالنا، ممكن كنديروها في شي أماكن اللي حساسة. مهم نتوما كتعرف غير الحاجة ديالتك تهرب وحنا نتخلصوا. جينا في مهمة المغرب من طرف واحد العصابة اللي روسيا. حنا كنخدموا مع جميع العصابات، ما عندناش مشكل تكون روسية امريكانية عربية افريقية اسيوية، ما عندناش مشكل باش نسرقوا واحد الكلي اللي كاينه في الدار ديال واحد المسؤول اللي كبير هنا عندكم في المغرب. استطعنا باش نوصلوا للكلي، غير هو ديك الكلي تابعه النحس كلشي باقيه، حيت فيها دواسة ومعلومات اللي خطيرة جدا. كيفاش تصيب أسلحة، كيفاش تقدر توصل أنك تبدا تصيب قنبلات صغيرة بالنووي. هادشي بلا ما تشك فيه راه كاين. حنا قدرنا نحصلوا على اليو اس بي
بطريقتنا الخاصة. خصنا السيدة اللي معايا في منطقة اللي حساسة اللي ما نقدرش نقولها لك. مهم تارك فهمتيني في عضوها الأنثوي. قال ليه واش حتى للدرجة؟ قال ليه اه. وقال ليه كانوا مكلفين لينا غادي يوصلنا للمطار عصابة ميكس فيها مغاربة وأجانب، وكل شي مخلصه ديك العصابة الروسية. كانت الرحلة غنمشيو لروسيا مباشرة، عبارة عن إسكال غنبدلو طيارة في تركيا ومن بعد نكملو لروسيا. وفي المقابل كنا غنشدو 60 مليون يورو. هذا هو المقابل، و ميم طون انهم غيوفروا لنا جميع التكاليف والتحركات. درنا لوبيراسيون، خزنا هذيك الكليوز بي في المنطقة اللي قلت ليك. داز كلشي مزيان. تواصلنا مع العصابة اللي قالوا لنا انهم هما اللي غادي يتكلفوا. هضر معنا واحد السيد تفاهم معنا الفلوس، صيفط لنا الطوموبيل، صنا كتسنانا في البلاصة اللي دار معانا. ركبنا وكانت سيقا بنت، واخا بوجهها مغطي ومغطي يديها، ولكن من خلال جسمها والصدر نتاعها اللي باين انها بنت. وصلاتنا وطرا داكشي اللي كنا خايفين منه. تهاجمنا من عصابة في وسط المطار، حاولوا يشدونا. حنا غير شفنا ما خرجنا كنجري، ومن حسن حظنا صلنا البنت بقى كتسنى فينا. ركبنا معاها وتبارك الله على البنت كانت شيفورة. بقاو واخا تابعينا وكيسيريو، ولكن بقات كدريفتي بهم مزيان حتى ودعاتهم مزيان. هرباتنا ووصلتنا لداك الكوخ، ومن بعد مشات ما عرفنا عليها والو، حتى جات اليوم وجابت لنا داك الجوا اللي فيه بطاقات وباسبورات مزورين، حيت كنا كنوجدو باش نتحركو. الخطرة كنا غنمشيو عن طريق الباطو، حيت كانت مأمنة أكثر، ولكن جيتو شديتونا. هادشي هو اللي كاين. مون كوميسير قال ليه برافو عليك، شتي دابا مني هدرتي انت تعاونتي معانا وما غاديش نعذبوك حنايا مزيان، غتبقى معانا هنا. اما السيدة ضروري غير خصنا نديرو ليها عملية باش نستخرجو ديك الكليوز بي، وبلا ما تحاولي ترفضيها انسة. قالت ليه عافاك قدر نطلب طلب واحد؟ قال ليها وهي مرحبا. قالت ليه بغيت لي يدير لي العملية كنت طاقم نسائي محض، حيت راه واخا كان عندي مبادئ. هادشي كاع اللي كنديروه ما عمر شي انسان قرب مني بلا الرضا ديالي. وجميع العمليات اللي كنديرهم يا كديرهم يا طبيبة، الا كانوا ساهلين كنتكلف بهم غير راسي. قال لها من حقك ومرحبا، وغنوجدو غرفة العمليات وغديري هنا، متخافيش. غنبنجولك غير نصفك التحتاني باش نحيدو الكليوز بي من عندك. قال لي بنزيد نسولك الى ممكن. قال ليه تفضل مون شيف. قال ليه هاد المسؤول الكبير اللي عندنا في المغرب ما عارفينش منين حصل على الكليوز بي. قال ليه تحريات ومعلومات اللي قدرت نوصل لهم ان خونا راس كبيرة وخدم مع كارطيلات وعصابات اللي كبار، وخونا قدر يحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق السرقة، ومن تماك وكيحاولوا كيفاش يوصلوا ليها، وما عمر شي واحد قدر يوصل ليها، حيت خونا
راه واحد الحراسه داير عليها راه ما يمكنش. قال ليه كيفاش نتوما قدرتوا تحصلوا عليها؟ قال ليه بخطه اللي ما تطيحش للشيطان على البال. قال لي حنا كنخدموا باجهزه متطوره، عندي درون اللي صغيره تقريبا فيها واحد 10 سنتيم في الطول وشي 4 سنتيم عرض، صغيره بزاف. كتشوفها تسحبها شي طائر طاير في السماء، كتشبه لشي فريخ، ولكن كنتحكم فيها انا عن بعد. قدرت باش ندخل ليه ديك الطائره لوسط دارو وراقبتها عن طريق البيسيات. هادشي قبل ما نجي للمغرب، حيت راه الخدمه تقريبا بديت 8 شهور هادي وانا كنبحث عليه وكنقلب عليه. قدرت نعرفها فين، وقدرت نعرف شحال ديال الحراس، وقدرت نعرف فين كيكون شويه الضغط انت قليل انت كتير، وحتى قدرت نعرف حتى لي مود باس اللي محميه به. راه فيه اكثر من 86 مود باس، ومود باس ما كيشبه الاخر، وتقدر توصل هاد لي مود باس كاملين. المشكل وخصك البصمه ديالته، والبصمه ديال الزوجه ديالته، والبصمه ديال الحفيد نتاعو باش توصل لهاد الشيء صعيب شويه. و اون بليس خاصك واحد الرنه ديال الصوت ديالو خاصه. هادشي ديال الصوت قدرت نسجلو واستعملته في واحد البروغرام اللي كان مصايب واحد الدري صاحبي هو هاكر. اما من ناحيه البصمات هي اللي كنت لقيت فيها شويه صعوبه، ولكن في الاخير قدرت نحصل عليهم. غتقول لي كيفاش؟ انا نقول لك من خلال حفل نظمته. الحفل الكيسان اللي عطيتو كانوا كيسان خاصين. درت براسي انا مستثمر كبير وبغيت نستثمر، عرضت عليه هو والعائله ديالته، وداكشي اللي بغيتو طرق. جا هو والزوجه ديالته والحفيد ديالو، وعطيتهم دوك كيسان خاصين ليهم، بقاو فيهم دوك البصمات، وقدرت انني ناخذهم ودرتهم في اصابع الاصطناعيه وقدرت باش نفكهم. وهادشي كامل راه في وقت وجيز، بس خاصك تنفذو، حيت راه لما فتي داك الوقت ديال دقيقه ونص كيتعاود يتبدل كلشي. قادر يتبدلوا لي مود باس كاملين وكيصيفطوا ليه اشعار لتليفونه مباشر. قدرت باش نسلل انا دخلاتو، وبديت كان نموه انا الحراس، وحاولت نجبد الصداع. بديت كنجبد في الصداع، شعرت العافيه، وديك الساعه انا دخلات وبالخبره ديالها الكافيه قدرت تحصل على الكلي يو اس بي. هادشي عندكم بزاف ديال بزاف. هاد الخبره كامله كتستغلوها لشي حاجه اللي غتضر بيكم. دابا نخليكم ارتاحوا، ولا احتاجتوا اي حاجه طلبوها من الرجال، راه ما غاديش يخسروا لكم. حيت كيف ما وحدتكم كنتم متعاونين، انا غنكون متعاون معكم. الغرفه اللي غتجلس فيها غتكون نقيه وفرشه مزيان، وما تخافش حتى البلاصه بلا ما تحاول تهرب منها او لا شي حاجه، ولا تحاول تواصل مع شي واحد. راكم في مكان اللي السريه ديال بصح، وبلا ما تقول راه مافيات قادرين يوصلوا ليه. الا كتسمع بالمخابرات المغربيه تسول عليهم. تحرك خونا، خرج هو تواصل هو يجاوبو داك خونا اللي حادي الدار ديال ليلى. قال ليه اش من خبار عندك؟ قال ليه ملي دخلت اختنا ما خرجاتش والو، بقات غير في الدار. قال ليه اختنا راه متورطه مع عصابه اللي كبيره وكبيره ديال بصح. مهم قرد مع البالو اي معلومه قولها ليا. قطع عليه ويقول ايه اويه شاد الشي، شاد المصيبه، شاد الكارثه طاحت على البلاد. مهم خليو خونا ورجعوا عد ليلى. من بعد ما سمع بها الخبار شد في قلبه،
قال ليها بنتي اقول لي علاش كتقلبي وعلاش درتي هادشي. قالت لي با راه ما كانش عندي حل اخر، راه ما كون ما خدمتش هاد الخدمه راه كان خونا غادي يلوحنا للزنقه. قال لي ها نتلاحوا للزنقه ولا هاد المصيبه، واش عرفتي راسك فاش ورطتي نفسك؟ راه الحبس الا خوك غيدوز 16 عام انت راه عمرك ما غتشوفي الضوء، راه عصابه هادي، راه عرفتي شنو هي عصابه، راه القليله هي واحد 30 عام. قالت لي ودابا با اش غادي ندير؟ قالت لي ها حاولي تشوفي كيفاش نهربوا. قالت لي ما كاينش حل بابا، كاينش حل، كاينش حل. في ديك اللحظه سمعت ليلى الدقان وهي تخلع. قالت شكون؟ قال لي اختي ليلى مزيريره. عاد رجعت فيها الروح. قال لي بواه شكون هذا؟ قالت لي صاحب امين. مشات حلات لي ودخل عندهم وسلم عليها وسلم على با. قال لي غير كنت دايز من هنا وانا قلت ندوز نشوفكم حتى راه وصاني عليكم امين. قالت ليه واخا خويا مصيريره شكرا. قال ليها كما خاصكم شي حاجه ولا ما عندكم شي مشكل؟ قالت ليه لا لا ما عندنا حتى شي مشكل. قال ليها ومال كتباني من وجهك مخطوف؟ قالت لي لا لا والو شكرا. خرج بحال باغا تجرى عليه. اخرج خونا مشاو. خونا الاخر هو يصوني على الشاف ديالو. قال لي اش عنده واحد خونا ها الاوصاف ديالو، انا نصيفط لك تصويرته. صيفط لي تصويرته ويقول لي هاد خونا عرفتو، هذا يلا خرج من الحبس، كان في الحبس اللي مشدود فيه خو ليلى. ياك هذا هو سميتها؟ قال لي اه. قال لي تقريبا خونا غير جاي يسولك ما خاصها شي حاجه وصافي، كيبان ليا ما ليه حتى شي علاقه. قال لي صافي واخا الشيف انا نقرا بالي هنايا واي اخبار نوافيك بها. خونا مزيري راه كيدور وهو يضرب على خونا اللي دير البافيت وحادي الدار. مشى قصدو ويقول ليه السلام. قال ليه السلام. يقول ليه نقدر نسولك؟ قال ليه اها تفضل. قال ليه شكون انت؟ قال لي علاش بغيتي تعرف؟ قال لي لا والو غير ديك الدار اللي مراقبه الناس ديالهم كنعرفهم. راك ما عندك شي بلان ولا حاط العين على ديك البنت؟ راه عينيك نخرجهم ليك، راه امانه ما عند خوا. قال لي لا لا ما تخافش، ما حاط العين على حتى شي واحد، انا غير مكلف بخدمه وكندير فيها، ومن احسن بلا ما تعرفها وغير تحرك سير في حالك من هنا. مزيري راه ما عجباتوش ديك الهضره، بقات كيطلع في خونا وكيهبط. تحرك في حالته. داز داك النهار. الغد تواصل مع ايمن. قال ليه خي ايمن ما نخبيش لك، اختك عندها شي مشكل وكيبان ليا شي مشكل اللي كبير، حيت واحد خونا طول في العرض ومغطي وجهه 24 ساعة على 24 حادي باب داركم وما كيتفاوتش. واختك مشيت زرتها بعد ليا وجهها لا هي لا باك مخطوف. مازال ما عرفش ولكن انا عارفه خي ايمن. قال لي الله يحفظك ليا خاي مصيريره. المهم باش ما كان قول لي. قال لي صافي راك تما.